اهلا بكم جماعه في فيديو جديد تاني وفيديو مختلف مع كريم حسن. النهارده فيديو مختلف بجد لان النهارده طلعتنا بره المعتاد وبره المحل. النهارده طلعت حلو وطلعت الحلو النهارده من عند العبد. طلعت الحلوه بتاعتنا النهارده من عند العبد وجبنا من العبد زي ما انتم شايفين كده حاجات كتير عشان نجرب مع بعض. ويلا بينا نخش حاجه حاجه ونشوف البتاع ده بيقول ايه. يلا بينا ونبتدي نخش بقى باصغر بوكس معانا وموجود فيه 4 حاجات. موجود معانا كوره الشوكولاته دي، معلش يا جماعه امسك بايدي بقى. الكوره دي ب 17 جنيه اسمها كوره شوكولاته. وفي الكب كيك كب كيك سنيكرز تمام، بس هو اتبهدل مني في الطريق شويه معلش يا جماعه. انا جبته عشان اصور في الاستوديو في المحله فعوامل التعريق اثرت عليه بقى. وده كونو كيت كات، مش عارف بيتكون ايه بصراحه الكونو ده، هنشوف مع بعض. بص شكله كونو، هو كونو عادي جدا عليه حته كيت كات من فوق كده، هنشوفه ايه دنيته ايه. وديت قطعه شوكولاته جاتوه موس شوكولاته عادي جدا. دي اول بوكس معانا، نبتدي ونخش حاجه حاجه. يلا بينا. بص انا فتحت لكم العلبه كده عشان نبقى مننا لينا على طول عشان تشوفوا كل حاجه. ونبتدي بقى ونخش لاول حاجه معانا وهي الجاتو دوت. ثمنه تقريبا 17 جنيه. جاتو موس شوكولاته من العبد. نخش وندوق بسم الله. بصوا من جوه طبقات كريمه كتير، بس هي الكيكه نفسها يعني مش افرش، مش طازه يعني، مش حلوه يعني. هو حلو بس مش حلو يعني. الكيكه مش فريش، لو كيكه فريش كان ظبط يعني. هنقيم ده مثلا ممكن نديله 6 مثلا. نخش بقى الاختراع اللي مش عارف اكله ازاي ولا اكله منين ده يعني. نهبر فيه كده ونشوف. في صباع صغير كده فوق الصباع ده كده نعرف ندوق. بسم الله. طعم الشوكولاته اللي هتكون من بره دي حلوه جدا جدا جدا. طعم الكريمه اللي جوه، هو من جوه كله كريمه عامله زي موس كده. طعم الكريمه حلو جدا جدا جدا. كله ده جامد. دوق بس الحته اللي بره دي شويه كتكات ولا لا؟ كتكات يا جماعه. لا كله ده رهيب بصراحه، عجبني قوي بس كله ده. نجيب مين؟ نجيب انهي واحده في دول؟ نخش على الكب كيك. الكب كيك اللي اتبهدلت معانا في السكه دي هي كب كيك شوكولاته عاديه وعليها من فوق ايه قطع من السنيكرز طبعا، كراميل وكريمه شوكولاته. دوق بسم الله. لا مش حلوه دي يا جماعه، مش حلوه. حاسس ان الكريمه حمضت او حاجه. لا طعمها كمان مش احسن حاجه يعني. فريش يا كمان طعمها مش حلو. خش بقى على الايه، على كره الشوكولاته دي. انت اللي هاكلك بالشوكه، جت عليكي. احنا واحد يعني مفيش فرق. بص شكلها يا جماعه، هي من تحت فاضيه كده، كيكه باين ان كيك جوه وعليها شوكولاته طبقه غزيره يعني. شوفها بسم الله. بصوا هي من جوه حلوه، طبقه الكيكه كده مخلوطه مع كريمه مع شوكولاته، طعمها حلو جدا. لكن طبقه الشوكولاته اللي بره دي انا مشيتها غريبه كده، انا مشيتها مش ازاز بيتكسر في بقك يعني. هي حلوه ووحشه في نفس الوقت. مش عارف انا اديها مثلا يعني، لو هتاخد تقييم تاخد مثلا يعني 7 عشان حلوه من جوه بصراحه. من جوه رهيبه وفيها قطع بندق جامده من جوه. لكن القشره اللي بره دي مش داخله دماغي. اجمد حاجه بصراحه تاخد 10 من 10 وشابوه. كله ده اختراع يا جماعه، كله ده اختراع لازم تجربوه. لكن الاثنين دول قد كده. يلا على بعض. نخش بقى على اكبر حاجه معانا واكبر بوكس معانا نشوف ايه اللي فيه بقى معانا هنا. عاجبني قوي يا جماعه. بصوا التغليف، حاطين دي دوناتس تقريبا فراوله، حاطينها جوه كيس. هو كيس ورق كده عشان ياخد الحاجه تقريبا. المخبوزات كلها اتحطت في الكيس ورق ده وملفوفه من جوه في كيس اهي يا جماعه. ده يبقى شكلها من بره كده. هي شكلها من بره ما فيهاش حاجه، واخده بس ايه شوكولاته حمرا كده شويه من بره. بس العجينه شكلها فريش جدا فريش جدا. نفتحها كده ونشوفها من جوه. ايه ده، مليانه حشو. بص الحلويات. بص الجمال والطعام. لا العبد مروق على الحشوه جامد. العبد صارف ومكلف على الحشوه. بص انا خايف بس اوقع، بس لا حشوه رهيبه. دوق بسم الله. لا يا جماعه بجد والله جامده جدا. ما توقعتش مستوى الدونات في العب. العجينه تحفه، هشه وجميله من جوه وطعمها حلو جدا. المربى مش سكرها عالي عشان ما تجزعكش. هي فراوله اكتر ما تكون مربى قوي، مش مربى ده السكر اللي يموتك ده. خفيفه كده وتتاكل وجميله يعني. ممكن اكل دونيتين او 3 من دول صراحه. شابوه العبد قوي في الدوناتس دي. يلا على بعض. نخش بقى باللي عليه الدور معانا. برضه مخبوزات محطوطه في الكيس بتاعتهم دي. وده دنش كاستر. طيب انا عاجبني الباكجنج بتاع العبد، شكلها كده من بره دنش محشي من جوه كريمه كاسترود يعني. ندوق بسم الله. هي مدهونه من فوق زي مربى اناناس كده، فيها عجينه كاستر خفيفه جدا جدا، بس كطعم عجينه حلوه صراحه. طعم عجينه مش وحش، لكن انت قايل ان هي محشيه كاستر بالكريمه يعني. انا مش عارف هو فين، ما لقيتوش، دورت عليه ما لقيتوش. فلو تعرفوا فين انزلوا دوروا معانا عليه بقى. اديها تقييم مثلا، لو باخد تقييم ممكن دي تاخدهاش يعني. دي ما عادش 6 بصراحه. مش يعني مش حلوه ومش وحشه. العجينه حلوه بس مش محشيه. يلا على بعض. نخش بقى باخر حاجه معانا في الكيس ده وهي قشطه بالبندق وشوكولاته. استنوا نفتحها. بصوا يا جماعه، دي بتبقى قشطه بتاعت حلاوه. دي المفروض تبقى حلاوه المولد يعني. بتبقى قشطه غطسانه في الشوكولاته بالبندق ومليانه قطع بندق. انا متحمس ليه جدا وكان نفسي فيها من زمان بصراحه يعني. نخش وندوق. بصوا يا جماعه شكل البندق من بره كتير، بندق كتير جدا مليانه يعني. يلا ندوق بسم الله. الجمال والحلاوه دي اقسم بالله. ايه الجمال ده. قشطه مظبوطه جدا، انها مارشميلو. هي القشطه المعفنه اللي موجوده عندنا في حلاوه المولد. طعمها حلو جدا جدا جدا. قشطه مظبوطه بالصمت. طبقه الشوكولاته اللي بره طعمها حلو قوي. شويه بندق من ورا عقل. القطعه دي لا يا جماعه لا رهيبه. انا كان نفسي فيها
بقى نفسي فيها اكتر بصراحه، جامده. لو هدي القشره تقييم 10 من 10 بتاع، وديك تاني حاجه تاخد معانا 10 من 10 النهارده. يلا بينا بقى نخش بقى على اخر حاجه واكتر حاجه انا متشوق لها، وهي الماكرون. ماكرون عارفينه يا جماعه، وحلويات موجود فرنسي، حاجه شبه البسكوت بس مش بسكوت، وشبه الكيكه بس مش كيكه يعني، ملونه كده تمام. انا بصراحه مش هكدب عليك بقى واقول لك انا متعود على الماكرون وباكله مع بابي من زمان، وكنت بروح التجمع، مفيش الكلام ده. اول مره في حياتي اجربه زيكم، فانا مش هقيمه بناء على تجربه دي، انا هقيم اللي جالي النهارده ده. فود الماكرون ملعب طعمه حلو ولا طعمه وحش، يعجبني ولا ما يعجبنيش، وهقول لكم عامل ازاي يعني، بس مش اكتر، لان انا عارف ان اكتركم برضه ما جربوش، لانه مش موجود كتير في السوق المصري يعني، مش متداول قوي يعني، مش سهل انك تلاقيه. ابتدي باللون الاخضر كده، انا مش عارف الفرق الالوان ده طعمه ولا لا، بس انا جربت السودا دي كانت شوكولاته وكان طعمها حلو جدا 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 رهيبه، وجربت البيضه دي كانت جوز هند بس ما كانتش حلوه، كانت مليانه جوه الكريمه كده طعمها مش حلو. اجرب بقى الخضره دي، ويا رب. بص يا جماعه، لو هيظهر لكم في الكادر مش عارف هيظهر ولا لا، بس هي طبقه ناشفه من فوق ومن تحت، طبقه اطرق شويه من العجينه، وبعدين طبقه حشو رهيبه يا جماعه، رهيبه 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 رهيبه. لو دي تفاح يبقى دي فراوله، ندوق الفراوله، دي الفراوله بتاعت الادويه، دي فراوله الادويه ابعدوا عن الفراوله، بلاش الفراوله دي، شكلها كده نسكافيه نتبلع بيها بعد الفراوله اللي احنا كلناها دي. هو ده بقى، هو ده طعم النسكافيه، حلو قوي 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 يا جماعه، طعمه رهيب. انا بصراحه لو هقيم علبه الماكرون دي على اللي انا جربته ده، فانا عارف ان العبد مش اقوى مستوى فيه، فما بالك بالمستوى ده وحلو قوي كده. انا الماكرون ده هيبقى جامد، انا شكله من اكتر الحاجات اللي احبها يعني. بصوا يا جماعه، بيبقى ناشف من بره كده، هو ناشف في طبقتين، محشي من النص حشوه، وناشف من بره وطري من جوه، وحاجه كده يعني تدوب فيها من الجمال. طبعا مش هقيم من 10 لان ما كنتش اعرفه قبل كده اصلا. وبس كده ده اللي كان عندنا النهارده. فما تنساش تبطل لايك وشير وسبسكرايب في القناه، احنا تعبنا جدا عشان اجيب الحاجات دي من القاهره لحد المحل عشان اصور في الاستديو، والله تعبت جدا. فما تنساش تبطل لايك وشير وسبسكرايب في القناه على طول. سلام.